ما تثقش في أي حرمة غير أمك، ولو أبوك طلقها ما تثقش فيها. أتمنى من دار النشر في الطبعات القادمة إن شاء الله إن هي تحذف الصورة دي. أوكي، شايفينها؟ أوكي، عشان دي حرقت لي الرواية. أم علياء ست عندها 70 سنة، عايشة في بيت قديم في الدور الأرضي، في بيت بيسموه بيت الحريم. أم علياء بتتفاجئ في يوم من الأيام بحفيدتها الوحيدة ماريا، واللي عمرها ما شافتها قبل كده، بتزورها. بتنتج عن الزيارة دي كشف أسرار أم علياء كلها، وليه البيت ده اتسمى بيت الحريم. الرواية دي بتناقش عدة قضايا تخص المرأة، منها نظرة الرجل المصري للمرأة، أيا كان بقى الرجل ده مين، جوزها، عشيقها، خطيبها، ابنها، أو حتى مجرد صنايعي داخل يعمل لها خدمة ويمشي. يمكن الرواية ما تكونش قدمت حاجة جديدة تخص حال المرأة اللي احنا بنعيشه وبنشوفه كل يوم، حتى ان الأفلام الكوميدية واخداه محتوى. يعني مثلا في فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية، في نهاية الفيلم بيجي خلف بيقول لصاحبه: حريم لا، حريم لا، ما تثقش في أي حرمة غير أمك، ولو أبوك طلقها ما تثقش فيها. يعني ممكن حد يشوف ده فيلم كوميدي عادي وده إفيه اترمى، لكن لأ، ده بيوضح قد إيه إن الست في نظر الراجل متهمة إلى حين ما تثبت براءتها. وبتثبت براءتها بإيه؟ بأخلاقها، بتصرفاتها؟ لا 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 خالص، بتصديق من رجل آخر ليه سلطة أعلى. الحس الكوميدي للكاتبة حاضر وبقوة، وهي حكاءة بارعة ودمها خفيف جدا، وبتعرف تروي الحكايات ومن غير ما تضيع من كتر الشخصيات والأحداث. ممكن ناس تشوف فيه مباشرة في الرواية، لكن صراحة فيما يتعلق بقضايا المرأة بالذات، المجتمع محتاج طوبة تترمي في وشه. في ناس كتير بتلوم على الرواية الألفاظ،